فامي، مرحبا بكم في اول فيديو عندنا في هاد لاشين ديال لوف لايف تريب اللي هي اون شين مخصصة للسفر. اليوم غادي نهضروا لكم على مدينة كوالالمبور في اول حلقة ديالنا. اول منطقة غادي نهضروا عليها اليوم هي كي ال سي سي بارك اللي معروف ب توين تاور بتروناس. هاد توين تاور بتروناس كيتعتبروا من بين اكبر بيلدينغ في العالم، ماشي اكبر من بين اكبر لي بيلدينغ في العالم. من اجمل الاشياء اللي كتقدر تشوفها في كوالالمبور هو انك عندك واحد الميلونج ما بين الحضارة والبيئة، يعني انك كتكون كدور في بين دي بيلدينغ كبار وكتلقى واحد الخضوريه، كتلقى دي بارك فين ما مشيتي. دونك اول فيزيت ديالنا غادي نبداوها من المول اللي كاين داخل ديال بتروناس توين تاور. بتروناس توين تاور عندها تقريبا 88 ايطاج اللي العلو ديالها كبير بزاف، واللي تقدر تزورو الا بغيتي، غير خصك تريزيرفي على لافونس. صراحه الناس اللي مشاو ليه يقول لك ان من الافضل تاخذ تصاور غير لتحت على الفوق، لانك على فوق خصك تافونسي بكري، خصك تجي بكري، وكتخلص واحد الثمن اللي هو شويه غالي، تقريبا واحد 300 درهم مغربيه. بيان سور من بين الحوايج اللي عجبوني بزاف هو تبادل الثقافات اللي لقيته هنايا، كتلاقى بناس جداد، ثقافات جديده، كتعرف على ناس جداد، كتعلم منهم حوايج زوينين وجداد.
ونمشيو للأسواق اللي معروفة في كوالالمبور. ومن أهم الأسواق اللي معروفة في كوالالمبور هو تشاينا تاون. هاد تشاينا تاون معروف عليه شارع الصينيين، ومعروف عاوتاني بحاجة أخرى اللي هي غتعجبكم، تقدر تعجبكم تقدر ما تعجبكم على حسب الناس كيفاش كيمشيو كيفاش كيسافروا وشنو باغين. هو معروف انه بالاسواق ديالو، والاسواق ديالو اللي كيبيعوا الفيك، يعني المارشي ديال المدرح. كتقدر تلقى دي زيميتاسيون اللي طالعين بزاف. المهم حنا ما كنشجعوش على ليميتاسيون، ما كنشجعوش على الفيك، ولكن مره الواحد يقضي الغرض. غادي ندوزو لباتو كيف. باتو كيف هي معلمة معروفة عندهم في كوالالمبور، اللي العديد ديال السياح كيجيو يشوفوها من جميع أنحاء العالم. الباتو كيف هي معروفة أنه ضريح للهندوسيين كيجيو يمارسوا فيه الثقافات ديالهم والديانة ديالهم. والنصيحة اللي غنعطي لأي واحد بغى يجي لهاد البلاصة هو أنه يجيب معاه ديما قرعة ديال الماء، باسكو غادي تعيا مزيان وكيكون الصهد بزاف. حاجة أخرى عاوتاني، حذيو أنكم تكونوا هازين معاكم الماكلة، كيكونوا القرودة بزاف في الدروج وفاسيلمون كيقدروا ياخذوا لكم الماكلة ديالكم، ولا يقدروا يشفروا لكم شي حاجة. دونك كونوا حذرين بهاد القضية. وفي بزاف ديال العرب عندهم محلات تماك، عندهم التجارة ديالهم تماك، و ميم طون كتدخل راك كتوضر في لي مول كتخرج منه كتلقى راسك في مول اخر، وهي غادا بحال هكا. كتعتبر من الشوارع اللي ديما فيها السهرات، ديما فيها الانيماسيون هذا. وكنصح اي واحد انه يرجع لكوالالمبور ضروري ما يجي يشوف بوكيت بيتانك. ومن الاحسن كاع الا قدرتوا حاولوا تاخذوا كاع كاريمون اللوجمون ديالكم في هذيك لا زون، حيتاش اصلا هذيك لا زون استراتيجيك بزاف. علاش؟ حيتاش كتكون تماك عندك الحق دغيا تمشي، كتكون قريب لك تمشي لهذا البتروناس، عندك دغيا قريب لك تمشي لتشاينا تاون،
يعني جيتي في السونتر ديال كوالالمبور. بيان سور في الاخر الا بغيتي تمشي لشي دوله ما تنساش انك تذوق الماكله ديالها، وانا غنخليكم مع بعض الصور ديال الماكله ديالها. اللوجمون في كوالالمبور كيكون رخيص بزاف، يعني انت الا بغيتي تسافر ولا هذا راه عندك الحق تسافر بدي بودجي اللي بغيتي نتايا. تقدر تاخذ هوستل اللي كيبدا من $4 $6، كيف تقدر تمشي لشي حاجه اللي كدير $1000. المهم انا بالنسبه ليا مشيت في ان ستاندينغ اللي ديال 25 $30، والصراحه ما ندمتش عليه. ان ستاندينغ اللي واعر بزاف، كنت في المناطق اللي كنت فيهم كانوا في بلان سونتر فيل، في بيلدينغ عندي الفيو في الكوالالمبور توين تاور، كانت زعما صراحه حاجه زوينه بزاف. المهم انا غادي نخلي لكم لي بودجي غادي تشوفوهم، وبالنسبه لللين راه غادي تلقاهم في لا ديسكريبسيون ان شاء الله. الى عجبتك هذا الفيديو ما تنساش دير لنا لايك وسبسكرايب باش تشجع الصفحه ديالنا، وان شاء الله نتلاقاو في الحلقه القادمه.